في نجع حمادي حصلت واحدة من أكبر عمليات النصب في مصر. شاب اسمه مهاب أو الحقيقي علاء قدر يجمع 300 مليون جنيه من الناس وبعدها اختفى تماما. القصة بدأت في 2023 لما مهاب قرر يظهر على السوشيال ميديا كخبير استثماري على جروب على تليجرام، وبدأ يقنع الناس إنه مستثمر ناجح جدا وعنده خبرة كبيرة في البورصة والعقارات، وكمان عنده طريقة مضمونة للربح السريع. واللي سمعته أكتر كمان يا جماعة في القصة دي إنه كان بيتعامل مع أغلب الناس وش لوش، مش مجرد جروب والسلام، وكان معيش الناس في وهم بعربيته الفخمة ولبسه الشيك وفلوسه اللي كان بيتعمد يظهرها قدامهم في أي خروجة أو أي قعدة. المهم إن الموضوع كان مغري جدا بصراحة، أرباح من 30% ل 40% كل شهر. الناس شافت الأرباح بتيجي في الأول وكله زي الفل، فبالتالي بدأوا يثقوا فيه ويحطوا مبالغ أكبر. ده غير كمان إنهم بدأوا يجيبوا ناس تانية معاهم علشان كان مفهمهم إن أي حد هيجيب شخص معاه هياخد نسبة من أرباح الشخص ده. وفعلا الجروب كبر ووصل لأكتر من 13,000 عضو. في الأول كل حاجة كانت ماشية تمام وزي الفل، أي حد كان بيحط فلوس كان بيقبض، والناس بدأت تستثمر مبالغ أكبر. في اللي باع دهب مراته، في اللي حط تحويشة عمره، في اللي استلف واتداين، كله على أمل إن هو هيكسب بسرعة. لكن يوم 9 مارس 2025 حصلت الصدمة اللي ما كانش حد متوقعها أبدا. الجروب اختفى والحسابات اتقفلت والموقع ما بقاش